بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان. هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات، فيها الأماني سافرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج حكاية ومغزى. هذا اليوم أعزائي المشاهدين سيكون مع الجزء التاسع، وقصة سيدنا موسى والجبل. ما هي هذه القصة؟ سنعرف تفاصيلها بعد قليل. خلف موسى أخوه هارون على قومه، ثم ذهب لموعد بينه وبين الله عند جبل الطور. فلما وصل إلى جبل الطور هناك كلمه ربه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فحينما كلمه الله اشتاقت نفس موسى لرؤية الله. قال ربي أرني أنظر إليك. فقال له الله سبحانه وتعالى لن تراني، أي في هذه الحياة الدنيا لا يستطيع أحد أن يرى الله عز وجل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وكان في ذلك الموعد وفي ذلك المكان جبل أشم أصم. فلما تجلى ربه للجبل، يقول بعض أهل العلم في معنى كلمة تجلى أي أن هذا الجبل رأى من الله مقدار أنملة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، خر موسى صعقا، أغمي عليه، فقد الوعي. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. حدث عظيم سنقف معه. ماذا نستفيد شيخ نايف من هذا الحدث العظيم الذي استعرضنا بعضا من موقفه الذي حدث مع سيدنا موسى؟ أعظم ما يستفاد من هذا الموقف عظمة الله، أن الله عظيم. الجبل هذا الأصم الأشم حينما تجلى له ربه سبحانه وتعالى، يقول بعض أهل العلم أن هذا الجبل رأى من الله مقدار الأنملة فأصبح كثير من الرمال. هذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى الذي ما قدرناه حق قدره جل في علاه. وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. المغزى سبحان الله يا إخواني، موسى عليه السلام الله عز وجل أراه آية من آياته وهو الجبل، عندما أصبح كثيبا من الرمال دكتك هذا الجبل. والله عز وجل يقول في آيات أخرى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا الجبل العظيم
والله يا إخواني إنه دلالة على عظمة الله عز وجل. الشيخ عبد الله، من المقاصد مع هذا الموقف الله عز وجل قال وواعدنا موسى. لاحظ الميعاد الذي كان بين موسى وبين الله عز وجل عند الجبل، فكان موسى يكلم الله تبارك وتعالى من بين حجاب. تخيل مخلوق يكلم الخالق، ألا تشتاق وأنت تسمع لذة الخطاب من الله عز وجل؟ أسألك أما تشتاق؟ والله ما ألومه موسى حينما قال ربي أرني أنظر إليك، الله ما ألومه، يسمع كلام الله عز وجل الله ما يتمالك، ما تحمل. ربي أرني أنظر إليك، أبغى أشوفك يا رب. قال لن تراني. ما تستطيع. تخيل موسى أم الجبل أعظم في القوة والصلابة؟ الجبل. طب لو تجلى الله لموسى كيف يكون حاله إذا كان جبل دك؟ قال لن ما تستطيع ولكن انظر إلى الجبل. وموسى عليه السلام لما رأى هذا الجبل دك، من هذا الموقف، من الجبل هذا الذي اندك خر صعقا، كيف به لو رأى الله سبحانه وتعالى؟ لذلك في الدنيا لا يستطيع أحد أن يرى الله عز وجل، وفي الآخرة جعل الله سبحانه وتعالى أعظم نعيم لأهل الجنة أنهم يتلذذون بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وأعظم عذاب على أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. العجيب سبحان الله من المغازي، موسى عليه السلام عندما أفاق ماذا قال؟ قال سبحانك. علم موسى عظمة الله عز وجل، علم أن الله عز وجل عظيم. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلما